يا حبيبتي قرارك ده تخليه مع نفسك. انا ابني يا ماما يتجوز يا حبيبتي ده للمره 10 ويجيب بدل العيل 10. الو، ايه يا ماما، ازيك؟ عامله ايه؟ معلش يا ماما، من فضلك ممكن بس تنزلي عشان عايزه اتكلم معاكي في موضوع. محمد موجود. ما انا هكلمك انت ومحمد في الموضوع. ماشي، اوكي، يلا باي باي. خلاص تنزل ما تتاخرش. خير يا بنتي، في ايه؟ استنى محمد، انا كلمت مامتك عشان اما تنسى هكلمك في موضوع، وفضل يعني ان انتوا تكونوا انتوا الاتنين موجودين. اسمها الموضوع. تمام. موضوع يعني كنت عايزه اكلمك فيه اي ماما جت اهي، استني اقوم افتح لها. ازيك ايه يا يا ماما حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. انتوا عاملين ايه اخباركم؟ الحمد لله يا حبيبتي. عامله ايه ماما؟ عامل ايه يا محمد؟ الحمد لله يا حبيبتي. صحتك عامله ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. ايه يا بنتي خير؟ بصي يا ماما، انت عارفه ان احنا رحنا اول امبارح للدكتور، والدكتور اكد لي ان انا مش هينفع ان انا اخلف بعد يعني حاجات كتيره قوي. فانا اخدت قرار، والقرار ده يعني بعد تفكير كتير وصلاه استخاره، لان محمد مش عايز يتجوز. فانا فكرت ان شاء الله ان احنا نتبنى طفل. ف... فانا فكرت يعني ان احنا نتبنى بنت او ولد، ويعني عشان ربنا ما قسمليش، وانا اتحايلت على محمد كتير ان هو يتجوز وهو مش راضي. مش عارفه ان محمد يا ماما طول النهار في الشغل وانا قاعده لوحدي، وبعدين عايزه احس ان انا عندي هدف عايشه عشانه كده يعني. فانا فكرت واستخرت ربنا. ايه رايك يا محمد؟ انا رايي اللي هو حاجه كويسه يعني. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، فاحنا نبقى كسبنا بيها حاجه لدنيتنا وحاجه لاخرتنا. تكافلي اليتيم يا حبيبتي انك انت تروحي تتعميه في ملجأ، تتعميه في كده، لكن انت تتبنيه ويورث ابني بعد كده ازاي بقى ان شاء الله؟ يا ماما ورث ايه يا عالم يا ماما؟ يا عالم يا حبيبتي طبعا ربنا يديله طولة العمر يا ماما، بس انا ابني طب ما يتجوز يا حبيبتي ويجيب من صلبه، ايه اللي يخليه يعني يتبنى طفل؟ طب مش جرى انا ايه يا يا هند؟ ماما، انا مش هتجوز حد تاني يا ماما. يعني ايه يا ماما مش هتجوز حد تاني؟ ليه يا اخويا؟ يعني انا مش عايز اتجوز، انا مش عايز اتجوز حد غيرها، انا على مش فكره، هرتاح مع حد غيرها. انا قبل يا ما حبيبي هي العيب منها هي، على خلاص فكره اتجوز. انا اللي قلت، على فكره انا قلت لك ان العيب مني، انا اللي ما قلتش العيب في محمد. وانا كلمت محمد في موضوع ان هو يتجوز ده مره واثنين وثلاثه، هو اللي مش راضي. لا حبيبتي يتجوز يا ماما ويجيب عيل يا ماما، ايه اللي يخلينا نتبنى طفل ما نعرفوش منين ولا نسله ايه ولا الكلام ده؟ ليه يا حبيبتي؟ احنا هنعملوها عشان خاطر ربنا في الاول، وان احنا ونعم نكسب فيه بالله، ثواب، وثانيا عشان يملى عليه حياتنا. نعمله خير بقى، نروحوا نتكفلوا باليتامى، ندوهم فلوس، طبعا ربنا فتحها عليك وادوهم واصرفوا عليهم، انا ما قلتلكيش لا، لكن تتبنيه وتتكتب باسم ابني ويبقى اسم ابني كده، لا انا ما يرضينيش يا ماما، انا ما ينفعنيش الوضع ده. بعدين يا طنط، ده قراري، قرار محمد، واظن احنا حبيبتي قرارك، حبيبتي ما انت قرارك ده خليه لنفسك. يعني ايه قراري؟ انا بقول لك انا قراري ده. لا يا حبيبتي، ومحمد موافق عليه، مش انت موافق عليه يا محمد؟ اكيد طبعا، لا بس ما فيش حاجه اسمها اكيد ومش اكيد، ما ينفعش الكلام ده، انت تتجوز يا حبيبي وتجيبه من صلبك انت، انا ما ينفعنيش الوضع ده تجيب لي عيله ما نعرفش منين ولا الكلام ده. ليه يا اخويا وانت ما فاكش حاجه؟ تتجوز يا حبيبي وتجيب بدل العيل 10. انا عايزه حفيدي يبقى حفيدي احضنه، ايوه احس ان انا فعلا جدته، لكن التاني يا عالم احضنه ازاي ولا مش هعرف اصلا. انا فاهم احساسك يا امي، بس انا صعب ان انا اتجوز حد تاني غيرها. لا مش صعب يا حبيبي، ازاي انا انا ما اكسر قلبها يعني ان بقول انا. لك ايه، تكسر قلبها ما تكسرش قلبها، ده اللي انا عندي قلته، بدل ما انت عارف انا ممكن اعمل ايه. حاجه مش بايديها يا ماما. انت عارف انا ممكن اعمل ايه يا محمد؟ الموضوع ده مش هينفع، وانت يا حبيبتي قرارك ده تخليه مع نفسك. انا ابني يا ماما يتجوز يا حبيبتي ده للمره 10 ويجيب بدل العيل 10. انت تجيب لي عيل، انت تتجوز وتجيب لي عيل يا حبيبي، انا عايزه حفيد من ابني، لكن حكايه اتبنى والكلام ده انا ما عنديش الكلام ده. ولو عملت الموضوع ده يا محمد انا هعرف وهحرمك من كل حاجه، وانت عارف انا ما عنديش الكلام ده، واطلع لي انا عايزاك. يلا قال يتبنوا طفله ايه يا اختي، كانت خيبه. هو ده اللي انا كنت عامله حسابه، عشان كده هتعمل ايه يا محمد؟
العمل عمل ربنا، هطلع اشوف امي ايه نهاية الحوار ده ايه. ماشي يا محمد.